مساء الخير يا استاذه ساميه. انا عندي مشكله كبيره ومحتاجه حضرتك تساعديني فيها. انا متجوزه عن حب، وانا وجوزي كنا متفاهمين جدا جدا قبل الجواز، بس دلوقتي بعد الجواز اكتشفت ان هو معتمد عليا في كل حاجه. اي حاجه محتاجها البيت هو معتمد عليا فيها حرفيا. انا بعمل كل حاجه لنفسي وللبيت، يعني حاسه اني كاني مش متجوزه، كاني لسه عايشه في بيت اهلي. وكل ما اتكلم معاه في الموضوع ده يقول لي انت جدعه وانا بعتمد عليكي وما تكبريش المواضيع، يعني دي حاجات بسيطه كلها واحنا لازم يبقى في ما بيننا مشاركه. دايما المشاركه تبقى من عندي انا، ما بتبقاش من عنده هو. وانا كمان بشتغل وعندي اولاد، وبضطر ان انا اروح اساعد مامتي في بيتها، وبضطر برضه ان انا اوقات اروح اساعد مامتي في بيتها. فكل ده عليا، الشغل مع الولاد مع البيت مع مساعده مامته ومساعده مامتي، وانا اللي بعمل كل ده لوحدي. هو فعلا ما بيساعدنيش في اي حاجه من الحاجات دي خالص. فانا حاسه الموضوع ده مش مخليني مرتاحه خالص، وحاسه اني مش مبسوطه. وانا اوقات كتير بحتاج ان انا عايزه ابقى مسؤوله منه، مش ابقى مسؤوله عن نفسي. ممكن حضرتك تساعديني الاقي حل للمشكله دي؟ طيب انا شايفه كمان انه مش زي ما تقولي قبل ما اتجوزتي بتقولي بتروحي لمامته بتروحي البيت، وبعد ما اتجوزتي زاد عليكي الاطفال وهو ومامتك ومامته، فبالعكس يعني حاجات كتير زادت عليكي. بتحصل برضو كتير انه قبل الجواز او في بدايه الجواز بيبقى العلاقه لطيفه وفي تفاهم، وبعدين كل ما المده تطول كل ما بيبتدي فعلا طرف بيعتمد على التاني اكتر. فانا شايفه انه ده بيجي من الشخص نفسه، يعني انا نفسي هعود جوزي يعملني ازاي. في حاجات من الاول تبقى واضحه كده، طيب يا فلان يبقى احنا دلوقتي هي بتبتدي كمان ممكن على حسب امتى جبنا الاطفال، يعني اتجوزنا وجبنا اطفال على طول ولا بعد مده. حتى اول ما نجيب اطفال بيبقى دايما مسؤوليات متوزعه. يعني انا فاكره كويس قوي لما انا جبت اول بنت ليا، وقت الرضاعه كان جوزي هو في رضعه معينه هو لازم يديها لها، يا اما بالليل لو انا تعبانه فبيبقى فيه الببرونه وهو يديها لغايه ما انا انام وارتاح. نفس الحاجه مش دايما انا اللي بغير لها، بس كنت بحب قوي انه كمان هو يغير للبيبي، لانه مثلا انا كنت بقرف ففي حاجات هو ما بيقرفش يبقى انا اغير شويه هو يغير. فكنا دايما بنشترك في الحاجات، والمسؤوليات بتبقى متوزعه من الاول. يمكن وقت ما الواحد بيخلف في الاول الست ما بتشتغلش، يمكن بتاخد اجازه من شغلها، وفي بعض الظروف ما بتسمعش فبتبقى الست بتشتغل برضه، فعشان كده المسؤوليات ضروري تبقى متوزعه. طبعا اوقات بيحصل لو هنتكلم عن من ناحيه الدخل، لو الجوز هو اللي بيجيب الدخل الاكبر اللي البيت محتاجه، يبقى الست بترضى انه هي مسؤوليتها اكتر شويه، هي ممكن تطبخ وتاخد بالها من الولاد. بس مثلا هيجي وقت الاكل نحط السفره مع بعض. لغايه النهارده انا شريك حياتي متعود هو بيوضب السفره، انا بكون بوضب الاكل، بعد ما نخلص هو اللي لازم يلم السفره، وانا مثلا هاخد بالي من غسيل الطباق. ومش عشان حاجه، ممكن قوي كان هو يغسل الطباق، بس مثلا اوقات انا بخاف لحسن يوقع طبق، كل واحد حسب شخصيته، يبقى افضل انا اللي هغسل الطباق. لكن دايما في مشاركه، وده بتبقى عاده عودنا بعض عليه. حاجه تانية بتخلي العلاقه الزوجيه تبقى فيها فتور كده وملل، لما الواحد بياخد شريك حياته كانه ضمنه، يعني خلاص هو شريك حياتي انا ضمناه، مش مهم بقى يرجع يلاقي شكلي ايه، مش مهم بكلمه ازاي. الصراحه كل الحاجات دي مهمه ازاي اخد بالي من نفسي على طول. زي ما في الاول لما كنت لسه بعرفه وكان يهمني قوي انه يشوفني شكلي حلو يستحسن، طبعا درجات، يعني في الواحد بيريح شويه، لكن اوحش حاجه ان الواحد يريح زياده عن اللزوم. انه دايما يجي مثلا الجوز او الزوجه اللي بيرجع البيت يلاقي شريك حياته شكله مهمل، لابس البيجامه، شكله كسلان، مش كده شكله حلو ونشاط وريحته حلوه. دي حاجات بتأثر جدا. احنا بنقول مثلا في العلاقة مفيش ضرب تحت الحزام، برضه في العلاقة في حد معين ما نريحش زيادة عنه، بيبقى دايما بنعمل المجهود. فنعرف كل واحد بيمرن شريك حياته على نوع التعامل اللي هو هيقبله منه، واللي هو هيخليه في الآخر ما يحسش انه مضغوط زيادة عن اللزوم. ولما جوزك يقول لك معلش ما احنا واحد، احنا واحد، اللي انا بعمله انت كمان لازم تعمله. وخصوصا احنا الاثنين عندنا
نفس العبء، مسؤولية البيت، مسؤولية الشغل، فمحدش قال ان انا لازم اخد عبء اكبر منك بكتير. على حسب، انا يمكن هو معروف عن الستات ان هم بيقدروا يعملوا كذا حاجة في نفس الوقت اكتر شوية من الرجالة، بس برضو ده بيبقى عن تمرين، عشان الراجل طلع في المجتمع لقى نفسه هو معفي من حاجات معينة، والست لقت نفسها هي عليها الحاجات دي فهي اتمرنت. لكن الراجل برضو ممكن يتمرن، يبقى نعمل المجهود انه نمرن شريك حياتنا ونخلي برضو مسؤوليات مش عيب، برضو نبقى مفرفشين وهنعمل الحاجة بحب. طبعا في حاجات الواحد ما بيحبش يعملها. انا بتضايق جدا من التوضيب بعد الطبيخ، لان الواحد بيطبخ اوام وبيعمل وبيستعمل كذا حاجه وبيوسخ كذا حاجه، بعد ما الواحد ياكل بيبقى بيبان بقى يا لسه لازم اغسل كل اللي انا استعملته ده واوضب، وببقى عايزه اقعد بقى، بيبقى خلاص اخر اليوم اشتغلت طول اليوم، عايزه اقعد احس ان موريش حاجه، اتفرج شويه على التلفزيون، اتكلم شويه مع شريك حياتي، اروق كده. فلو الجوز رمى على مراته كل المسؤوليات دي، اولا هتبقى عصبيه، وفي الاخر هتبقى مش طايقه تقعد معاه لانها تعبت، ده اللي بيبوظ العلاقه.